في سنة 2009 في قاعة مليانة رواد أعمال وقف راجل على المسرح وسأل سؤال من كلمة واحدة بس: ليه؟ القاعة كانت مليانة ناس متحمسة لكن محدش فهم السؤال كويس، لحد ما كمل كلامه وقال: الشركات العادية بتبدأ بإيه اللي هنبيعه، الشركات الممتازة بتبدأ بإزاي هنبيعه، لكن الشركات العظيمة بتبدأ بليه هنبيعه. الراجل ده كان سيمون سينك، والقاعدة اللي كشف عنها كانت ببساطة: ابدأ بالسبب. Start with why. تعالوا نطبق القاعدة دي على مثال حقيقي. سنة 2007 ستيف جوبز طلع على المسرح ورفع جهاز صغير في إيده وقال بكل ثقة: النهاردة أبل هتعيد تعريف الهاتف المحمول. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. جوبز ما قالش احنا صنعنا موبايل فيه شاشة باللمس وكاميرا ومتصفح انترنت، لا، هو بدأ بالسبب. احنا هنا علشان نغير مفهوم الهواتف الذكية، احنا هنا علشان نخلي التكنولوجيا تخدم الناس بشكل أسهل، احنا هنا علشان نبسط حياتك. النتيجة: آيفون بقى أنجح منتج في تاريخ الموبايلات وغير شكل الصناعة دي بالكامل. في فرق بين إنك تقول إحنا شركة تسويق وبين إنك تقول إحنا هنا علشان نساعد الشركات الصغيرة صوتها يكون مسموع في السوق، وعلشان رواد الأعمال يحولوا أفكارهم لمشاريع ناجحة. الناس ما بتشتريش إيه اللي أنت بتعمله، الناس بتشتري أنت ليه بتعمله. ابدأ بالسبب وشوف إزاي جمهورك هيبدأ يتعلق بيك. السؤال بقى: هل شركتك عندها سبب واضح يخلي العملاء يثقوا فيك ويشتروا منك؟ لو لسه، احنا في كاتاليست نقدر نساعدك تلاقي السبب اللي يخلي جمهورك يثق فيك. اتواصل معانا النهارده وخلي شركتك يكون عندها سبب يخلي الناس تشتري منها.